الاخوان ديالنا والاحباب ديالنا اللي كيعلقوا لينا كيساندونا ان شاء الله، وديما كيبديو الاراء ديالهم في التعليقات. اليوم بغيت نتكلم على واحد المرض اللي كيصيب الطيور، واللي هو مرض الميغا بكتيريا. وهذا المرض ديال الميغا بكتيريا هو واحد المرض اللي الا ما تعالش كيؤدي للكوكسيديا، وكتنتفخ الامعاء ديال الطائر وكتولي زرقاء، وكتاخذ اللون ديال الكبد، كتخرج من تحت القفص الصدري. كيبان لك انت باللي ملي كتفقد القفص، كتفقد المعده ولا البطن ديال الطائر، كيبان لك انت راه عنده الكبد، ولكن هو راه ماشي الكبد، حيت الكبد ما كينتفخش بحال هكاك. الكبد كيمرض ولكن ما كيتصابش بحال هكاك، فهذاك مرض ديال الكوكسيديا كيخرج وكيولي المصران كبير. ولا بغيتو تاكدوا من هذه القضيه ديروا في جوجل مرض الكوكسيديا، وغادي تشوفوا الصور ديال مرض الكوكسيديا، كيفاش كيتصاوب المصران، كيفاش كيتصاب وكيفاش كيولي. باش ما نطولش عليكم، انا درت واحد الموضوع، وكاين واحد الدواء ربما الاخوان الجزائريين راه كيعرفوه، غني عن التعريف، اللي هو الفونجيزون. هذا الفونجيزون هذا دواء بشري للاطفال الصغار، اللهم بارك، للاطفال الصغار. هذا الدواء هذا تقريبا حاليا في المغرب راه مقطوع، ما كاينش، ولكن كاين في هذوك المغازات ديال الفارماسيان، باقي عندهم شي حاجه في السطوك. يعني الا كنت كتعرف شي واحد راه يدبر لك في شي قنينه بحال هذه. انا دبرت في هذه القنينات. هاد الفونجيزون هذا، الماده اللي مهمه فيه هي هاد الانفوتيريسين بي. هذه هي الماده اللي كتقضي على هذيك الميغا بكتيريا، او ما يسمى بداء المبيضات، الهضمي الذي يصيب الجهاز الهضمي. فاش كتبقى تبان لك نتايا، كتبقى تبان لك المعده ديال الطائر ولا الجيزي ديالو، هذيك القانصه كتبان لك كتحرك، كتضرب. ملي كتقلب ليه البطن ديالو كتبان لك كتضرب بحال باغا تخرج من بلاصتو. وعلميا هذا الدواء هذا باش تعطيه، حيت هو خطر، هذا الدواء هذا خطر. انا راني درت عليه واحد الموضوع وبحثت عليه مزيان. هذا الدواء راه هو سيرو، عباره عن سيرو، شفتوه، وتحتفظ به في الثلاجه في بلاصه اللي بارده باش يبقى ديما مزيان. هذا الدواء هذا انا غادي نعطيكم بعجاله. هذا الدواء هذا علميا يجب اعطاءه عن طريق الفم مباشره لتكون له فعاليه جيده. يعني حيت الا مشيتي حتى شديتي قطرتيه في الشرابه، واخا كتخلطها مزيان، هو بالزربه كيتجمع لتحت، كيهبط هذاك الدواء لتحت، وما غيستافدش منه الطائر. هذا الدواء هو من صنع فرنسي، يحتوي على ماده انفوتيريسين بي، وهي الماده التي تعالج وتقضي على داء المبيضات الهضمي. هذا داء المبيضات الهضمي هو الميغا بكتيريا الذي يصيب معده الطائر، حيث تصبح القانصة عند الطائر تتحرك مباشرة عند ملاحظة بطن الطائر في بداية المرض. لا تظهر أي أعراض على الطائر، ما كيبانش لك الطائر راه مريض. الطائر كيبان لك بصحة جيدة وبخير وكينقز وكذا، ولكن هو راه مريض، راه بدا ديك الساعة كيهز المرض. ولكن الطائر لا تظهر أي أعراض على الطائر، بحيث يمكنه الأكل والشرب عادي جدا. لكن المربي المحترف هو من يلاحظ ويكشف المرض انطلاقا من حركات الطائر المعتاده. يعني انت كمربي ديال هذاك الطائر ديالك، وعارفه كيفاش كيتحرك، وعارفه كيفاش كيكون، يعني غادي تلاحظ الا كان شي تغير فيه كتلاحظه، وكتشد الطائر ديالك كتفحصو. هذا المرض يتحول الى كوكسيديا في حالة عدم العلاج المبكر. يعني الا ما عالجتيش هذا المرض هذا مبكرا، فهو غادي يتحول لكوكسيديا. وإلا تحول لك الكوكسيديا غتصبح القضيه شويه صعيبه باش تعالج هذا المرض. يعني احسن حاجه هو تزرب عليه،
بكري، يعني التشخيص المبكر والملاحظه الدقيقه للطيور ديالك كتعرف بلي الطائر راه مصاب. حاليا ما عنديش شي طائر مصاب باش نوريكم المرض كيفاش كيكون في سميتو، ولكن مستعد اللي بغى شي تصويره ولا شي حاجه نصيفطها ليه، ولا يصيفط لي التصويره ديال الطائر ديال البطن ونقول ليه شنو كاين. عدم العلاج المبكر حيث تصبح امعاء الطائر منتفخه وبارزه تصل حتى المخرج، يعني كتوصل للمصار ديالو كيوصل لك حتى المخرج، وانت بنادم تيقول لك الكبده هذه، وبنادم راه ما كيعرفش يشخص المرض، وكتجي انت كتقول لي كيقول لك مريض بالكبده، هاك عطيه هذه هاك عطيه هذه، والطائر ما كيتحسنش غادي مسكين وكيموت. مما يصعب على الكثير من المربين معرفه مما يصعب على الكثير من المربيين معرفة المرض أو تشخيصه، وأغلبهم يقول أنه مصاب بمرض الكبد، وهذا خطأ شائع عند المربيين. يعني الأغلبية كتمشي عنده كتقول لي خويا هذه، كيقول لك ودي راه هذا راه مريض بالكبدة هاك. لا، ماشي الكبدة، الطائر راه تصاب مسكين بميغا بكتيريا وتحولت ليه الكوكسيديا، ولات القضية عنده خطيرة. المهم هاد الطريقه ديال العلاج كيفاش في الحالات المتقدمه، يعني اللي كيكون فيها الطائر مسكين ولا ما كيبقاش يقدر يتحرك، ولا راه كيسمع النداء، كيسمع الانثى اللي هي كتغوت وبغى يخرج، شوف بغى يخرج يمشي عندها، تبارك الله ما شاء الله. المهم الطائر اللي كيولي في حاله متقدمه غادي تعطيه قطره في الصباح في الفم مباشره، وقطره في المساء، بالإضافة إلى 8 قطرات ديال خل التفاح طبيعي في المشربية ديال 50 مليلتر، بحال هذه اللي كتشوفوا قدامكم صغيرة. 8 ديال القطرات ديال خل التفاح تكون في الشرابة، والطائر غتقطر ليه قطرة في الصباح من هذا السيرو، وقطرة في الليل في المساء، يعني قبل ما يرقد، حتى يصبح الطائر بصحة جيدة وقادر على الحركة. يعني واحد 10 أيام بحال هكاك انت كدير معاه هاد التروطمون هادي في حالة إلا كانت الحالة متقدمة ديال المرض وقادر على الحركة، حينها يتم إعطاء قطرة في اليوم مع المراعاة، وهذه ملاحظة مهمة، مع المراعاة لتقديم أكل صحي جيد كنبات الاندباء وحبوب الشيا والبيريلا والخرطال المطحون وأصفر البيض، حيت الطائر ملي كيكون مصاب بهذه الميغا بكتيريا كيولي ضعيف وكيولي يعاني من التسيف، ما كيبقاش مسكين يقد ياكل. خاصك تجيب لي شي حبوب اللي سهله الكسر، ولا الحبوب ديال الهندباء لان كتكون طريه كتسهل عليه انه ياكلها، وكتعاونو حتى في العلاج. وفي الحالات الاولى للمرض هذه دابا قلنا في الحالات المتقدمه كنعطيوه 2 قطرات في الصباح، وحده في الصباح يا ربي وحده في العشيه، مع 8 القطرات ديال خل التفاح. في الحالات الاولى ديال المرض، يعني اكتشفتي المرض مبكرا، غتعطيه قطره واحده في الصباح في فم الطائر مباشره، مع 6 قطرات خل التفاح في مشربيه الطائر ديال 50 مليلتر. واكل صحي، اكل صحي راه حنا تكلمنا عليه. الخرطال حنا علاش قلنا نطحنوه شويه؟ حيت ما غاديش يقد هو ياكلو، ما يقدش يهرسو، خاصك انت تطحنو ليه باش يرجع صحته شويه، حيت هذاك الخرطال كيرجع الصحه، كيرجع الصدر ويرجع، واصفر البيض كذلك. المهم الاخوان انا غير باش ما نطولش عليكم، كنظن ان الفكره تكون وصلت. هذا الدواء فونجيزون راه هو مقطوع حاليا من الصيدليات، ولكن راه دواء فعال واثبت الفعاليه ديالو. الا قدرتوا توفروه للطيور ديالكم راه مزيان، تبارك الله ما شاء الله. وتحياتي لكم الاخوان، واللي عنده شي اضافه ولا شي حاجه باش يفيدنا يديرها لنا في التعليق، وجزاكم الله كل الجزاء. تحياتي للاخوان اللي كيعلقوا لنا دائما، تحياتي لكم.